بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عقوبات العار والدمار السافر. عندما تتخذ قرار وتنشأ له نص عقوبة بالكذب والافتراء حتى توقع عقوبة مملوءة عليك ليس لها أساس في عقوبات اللائحة. الضرب بدون كرة، إيقاف من 4 إلى 8 مباريات حسب الفعل والجرم من اللاعب الذي لا يسلك لعب كرة القدم بروح رياضية ولا أخلاق، وإنما سفالة وانحطاط. وللأسف جاء طه على رأس العقوبات حتى يملى عليه يكون شيخة في أيادي الآخرين. هو كرجل واقف على المسرح ويتم تحريكه بالعقوبات مثل مسرح الليلة الكبيرة، يتم تحريكه وتوجيهه كي يحل لهم كل هدفهم مباراة الأهلي. يا جهلاء يا جهلاء، الخوف كله مباراة الأهلي. طبقتوا 3 مباريات عقوبة على اللاعب حتى يلعب مباراة الأهلي. لو تطبقوا العدالة سيفوز هذا الفريق بدون احتواء. أنتم الخاسرون في تطبيق عقوبة ناقصة عن الجرم الذي فعله هذا اللاعب. أنتم خاسرون الأخلاق والضمير الإنساني. أصبحتم من غير صنف البشر، أصبحتم من أشياء أخرى. لو نظرتم لمباراة بيراميدز كان ينقصها أخطر لاعب في الفريق هو الشيبي، وكذلك انتقال لاعب إبراهيم عادل. وما هو إبراهيم عادل؟ لاعب بحجم إبراهيم عادل. وأيضا غياب اللاعب مصطفى فتحي للإصابة، وما أدراك ما هو مصطفى فتحي كلاعب يلعب أشول شمال، يعتبر من أمهر اللاعبين حاليا من يلعب بالقدم اليسرى. ورغم من ذلك فازوا على الأهلي، وكانت كل الترشيحات خسارة بيراميدز بنسبة لا تقل عن 60% هزيمتها من النادي الأهلي. فاز بيراميدز لأنه اعتمد على نفسه، على مجهوده. أما مادام ما زال الانحياز السافر للفريق الأسود، وحرام على أي